اسم حضرتك؟ خالد محمد الشهير بخالد الفيوم، مصاب ثورة 25 يناير. ايه مشاكلكم بقى احنا بالنسبه لنا عشان خاطر جايين اقاله الامين العام محمد الشافعي، اللي هو محمد الشافعي. الراجل ده جاي لتوقيف حال المصابين وتعذيب المصابين، وبيقفل المستشفيات اللي هي القيمه اللي هي فيها نسبه علاج نوعا، زي مجلس الطب العالمي. قفل المجلس قفل المستشفى بتاع المجلس اللي هي الطب العالمي عشان خاطر بيقول نفقاتها عاليه على الدوله. وكمان قفل المستشفى بتاع القصر العيني الفرنساوي، وبيقول عشان خاطر احنا ما مش راضيين نودي لهم فلوسنا احنا بيوديها في الا ما هم مش راضيين يودوا لها الفلوس. اي مستشفى متعاقده معاهم عشان خاطر اخر السنه تروح يودوها الفلوس، للاسف ما وداش فلوس ولا لدي ولا لدي، ويوم ورا يوم بيقفلوا المستشفيات. لنا حقوق كبيره، حقوقنا اولا كمصابين ثوره احنا لنا استكمال ال 35 اللي هو باقي ال 50,000. رقم 2 لنا شقق، والمجلس العسكري ايام طنطاوي كان محددها لينا وجنزوري. رقم 3 احنا لينا المعاشات بتاعتنا المفروض تكون معاش الشهيد لكل مصاب بدون تحديد نسبة عجز اللي هي لازم يكون فيه 100%. طالما ثبت نسبة العجز عند الإنسان يعني ما معناته إنه مش هيقدر على العمل. للأسف الراجل ده واقف حالنا جميعا، هو والموظفين بتوعه اللي هو منصور الليثي والشؤون القانونية اللي جايبين لنا بتوع الأمن بلطجية علينا، بيتخانقوا معانا ووقفوا عصابة على الباب عشان احنا ما ندخلش نقابله. الراجل ده قال قفل الملف وقفل عدم تحقيق حقوقنا خالص في المكان ده خالص. احنا حاربنا على المجلس القومي للاسر الشهداء والمصابين ان احنا بنقول حقوق المصابين، اسر الشهداء، القصاص للشهداء، ومهما يكلفنا ان شاء الله ان طالت ولا اخرت ان شاء الله القصاص لشهداء 25 يناير من القتله. لو ما جاتش بالمحكمه احنا هنجيبها ثوري مهما يكلفنا احنا كمصابين ثوره، لان احنا الشهداء الاحياء. ياللي بتسأل احنا مين؟ احنا مصابي 25. احنا مصابي 25. العلاج مش لاقيين. اسم حضرتك؟ زكريا عبد الله مصطفى، مصاب يوم جمعة الغد يوم 28. النهارده انتوا واقفين قدام المركز القومي في واقف عشان الامين العام ما بينفذش اي حاجه. اولا ده لواء متقاعد بياخد معاش من الدوله، وما زال الفساد موجود، واحنا بنخاطب المسؤولين في الدوله. ازاي واحد بياخد معاش وطلع على المعاش ولسه ما زال بيتعين في جهه سياديه وما بيمشيش حاجه، ايادي مرتعشه محدش لاقيها. محمود انا هنا اهو. بيسيئوا لمصاب الثوره. ناخد جوابات علاج زي دي حضرتك، ناخد جوابات علاج زي دي نروح يقول لك ما دفعوش الفلوس، ما فيش ليكوا علاج عندنا. حتى الكرنيهات ما عملناهالناش، ما عملش اي حاجه. محمد الشافعي من يوم ما جه بيعذب الشهداء ومصابين الثوره، بيعذب اهل الشهداء ومصابين الثوره لحد الان. احنا بنخاطب رئيس الوزراء بنقول له ان انت مش مسؤول عنه، لكن المفروض انك تصلح من وضع جابوا الناس ما بيعملش اي حاجه. الشؤون القانونيه يا فندم، الشؤون القانونيه بتوديك على كل الاوراق اللي انت جبتها، انت مسؤول، وكأن ما فيش شؤون قانونيه، الناس بتاخد مرتبات وخلاص. هبقى اكلمك ياللي بتسأل دول مين؟ دول مصابين 25. دول مصابين 25. يسقط اي حاكم كلب. جاي لجماعة أو لحزب. جاي لجماعة او لحزب. احنا السلطة واحنا الشعب. احنا السلطة واحنا الشعب. طول ما دم المصري رخيص. طول ما دم المصري رخيص. يسكت أي رئيس. يسكت اي رئيس. في تصعيد، لو الحكومه ما استجابتش بمطالب المصابين النهارده في تصعيد بالاعتصام في المجلس وهنقفله. لا وفي ناس عاوزه تجيب بنزين وتولع في نفسها، وانا بحذر الحكومه وبحذر البلد كلها. في ناس هنا الصبح قالت هنجيب بنزين ونولع في نفسنا هنا في الاعتصام. فاستجيبي يا حكومه عشان ما تقومش ثوره جديده تاني. لو قامت المرضى مش هتقوم تاني، من المصابين هي اللي تقومها.
لان احنا مش قليلين، احنا 6000 مصاب واكثر من 3000 شهيد.